اكتب لي في كومنت رأيك في القصة وقول لي تحب الكابوس الجاي يكون عن ايه. كنت قاعد في الأوضة فوق بذاكر، كل حاجة كانت عادية جدا، الليل هادي ومفيش صوت غير صوت القلم وأنا بكتب في الكشكول. وفجأة سمعت ماما بتناديني من تحت بصوتها المعتاد: يا رامي، يا رامي، انزل يا حبيبي، العشاء جاهز. رفعت راسي بسرعة وابتسمت. قمت من على المكتب وكنت خلاص نازل، بس قبل ما اتحرك بخطوة اتسحبت فجأة من دراعي. ايد جامدة سحبتني بسرعة لورا. اتشديت ناحية الأوضة الصغيرة اللي جنب السلم، وصوت نفسي بقى متقطع من الخضة. كنت هصرخ، بس أول ما بصيت وشفت مين اللي ماسكاني اتجمد. كانت ماما، ماما نفسها، وشها شاحب وعينيها مليانة دموع. قلت بخوف: ماما، مالك؟ ايه اللي بيحصل؟ مين اللي بيناديني من تحت؟ قربت مني جدا ومسكت وشي بإيديها وقالت بصوتها بيترعش: اسمعني كويس يا رامي، مهما يحصل ما تنزلش، ما تنزلش تحت دلوقتي. قلت لها وانا ببص حواليا: بس انتي كنتي بتناديني يا ماما، سمعت صوتك واضح. دموعها نزلت وقالت لي: ده مش انا، اللي بيناديك مش انا. في اللحظة دي الصوت جه تاني من تحت، نفس الصوت بالظبط، بنفس نبرة ماما، بنفس طريقتها وهي بتناديني: يا رامي، انزل يا حبيبي، الأكل هيبرد. بصيت لماما اللي قدامي، كانت مرعوبة أكتر مني وملامحها بتتغير كأنها بتحاول تكتم رعبها بالعافية. قالت لي بسرعة: اقفل الباب ده وراك واقعد هنا لحد ما أقولك. ما تردش، ما تردش على أي صوت، حتى لو سمعت صوتي أنا. قفلت الباب بإيدي وأنا خايف وقعد على الأرض، قلبي بيخبط في صدري. من بره كنت سامع خطوات بتطلع السلم ببطء وصوت النفس بيرب، وبعدين صوت ماما جاي من ورا الباب، ناعم وهادئ جدا: يا رامي، افتح يا حبيبي، أنا ماما، اللي جوه مش أنا دلوقتي قاعد في الأوضة الصغيرة، الأنوار بتقطع كل شوية والصوتين بقوا بينادوني في نفس الوقت. واحدة بتخبط على الباب وتقول: افتحي يا حبيبي، أنا ماما، اللي جوه مش أنا دلوقتي قاعد في الأوضة الصغير، الأنوار بتقطع كل شوية والصوتين بقوا بينادوني في نفس الوقت. واحدة بتخبط على الباب وتقول: افتحي يا ابني، أنا ماما. والتانية من ناحية الشباك بتوشوشني بهمس خفيف: ما تفتحش يا رامي، أنا هنا. مش عارف أصدق مين، بس في حاجة واحدة بقيت متأكد منها: أمي الحقيقية مش لوحدها. لحد النهاردة محدش عارف إيه اللي حصل لي رامي بعد الليلة دي. الجيران بيقولوا إنهم سمعوا صوتين ستات بيتخانقوا فوق وصوت ولد بيصرخ، وبعدها كل حاجة سكتت. بس الغريب إن في كل ليلة بعد نص الليل بيطلع صوت من الدور التاني بينادي بهدوء: يا رامي، العشاء جاهز يا حبيبي. وصوت تاني بيرد عليه من بعيد: ما تنزلش، ما تنزلش يا رامي. دلوقتي دورك تقول، لو اتنين بينادوك بنفس الصوت هتصدق مين؟ جرب تجاوب بصراحة، كنت هتفتح ولا هتهرب؟ سيب لي تعليقك، مين فيهم كان الإنسان ومين كان النسخة